اهلا بكم اعزائي المشاهدين في قناه مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والاكل الصحي. وزي ما متعودين معايا يا حبايبي، كل اسبوع بنعمل حاجه حلوه من بلد. النهارده هنعمل من امريكا، هنعمل البوف بيستري، وهنعمل كمان الكاستر بطريقه سهله وبسيطه في البيت، وهنزينه بالكريم شانتيه وبالفراوله. يعني حاجه في منتهى الجمال وفي منتهى الطعامه. وبصي الشكل والطعم خطير وفي منتهى البساطة. يلا بينا نبدأ نعمله مع بعض خطوة خطوة. يلا بينا. صباح الفل على كل متابعين قناة مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والأكل الصحي. والنهاردة الحلويات من أمريكا، باف بيستري أهو. وهنعمل كمان الكاستر في البيت، يعني مش مكلف والطعم خطير. وبصي هنعمل حاجات جميلة ازاي. يلا بينا نبدأ نعملها مع بعض خطوة خطوة. يلا بينا. ودلوقتي هنجيب لفة باف بيستري اهي، بتبقى بالشكل ده. دي فيها 8 قطع. دلوقتي انا اخدت كل قطعتين حطيتهم كده جنب بعض وقطعتهم بالسكينة. هي بتبقى مربعات كده، بتبقى بالشكل ده. انا قسمتها عشان انا عايزة اعملها جاتو. فدلوقتي قطعتها، حطيت كل اتنين وقطعتهم بالشكل ده. وممكن وهم فيهم التلج، احنا طبعا بنطلع منهم الورقة اللي بتبقى فاصلة بين الطبقات. هي بتبقى مربعة بالشكل ده وبتبقى 8 طبقات، فاحنا بنطلع الورق منهم وهم فيهم التلج. وبعد كده ممكن نفردهم بالنشابة، او مش عايزة تفرديهم، عايزاهم يبقى السمك بتاعهم يعني عالي، ما تعملهمش بالنشابة. ودلوقتي بعد ما مسكنا القطعة قسمناها على اتنين بالشكل ده اهو. الباج عملناها بالشكل ده، وبعد كده خرمته بالشوكة عشوائي كده اهو على ورق الزبدة طبعا. وبعد كده هندخله الفرن، هندخلهم الفرن على درجة حرارة 350، مش هياخدوا 10 دقايق وهنطلعهم ونكمل مع بعض. ده حبايبي هنقلبه اهو كده، هنقلبه كله ونحطه تاني يتحمر. الشكل ده حبايبي الباف بيستري اهو بقى ناشف ومتحمر على الناحيتين اهو. ودلوقتي بقى هنعمل الحشو بتاعه. دلوقتي يا حبايبي بعد ما طلعنا الباف بيستري اهو متقرمش وجميل اهو، بصي بالشكل ده من الناحيتين، متحمر من الناحيتين. دلوقتي هنعمل الحشوة كاستر. للكاستر هنعمل كوبايتين لبن اهو. طريقته سهلة وبسيط وحلوة قوي قوي. كوبايتين لبن، نص كوباية سكر خشن بالشكل ده، ربع كوباية نشا. هنقلب كله على البارد. وعندي 6 بيضات ورشة فانيليا، بس مش هنحطهم دلوقتي. معلقة فانيليا مع ال6 بيضات. ودلوقتي كوبايتين اللبن، نص كوباية السكر، ربع كوباية النشا. هنقلبهم حلو قبل ما نرفعهم على النار بالشكل ده حبايبي. رفعتهم على النار اهو بعد ما قلبتهم على البارد. ودلوقتي عندي ال6 بيضات، انا قلبتهم بمعلقة الفانيليا. ودلوقتي هحطهم كده اهو على اللبن بالسكر بالنشا وهقلب. دلوقتي يا حبايبي بعد ما حطينا البيض على اللبن والسكر والنشا، البيض بالفانيليا، دلوقتي هنفضل نقلب كده. لازم تقليب مستمر لغاية ما القوام يتقل بتاع الكاستر بالشكل ده حبايبي اهو. القوام بتاع الكاستر تقل خلاص، هنرفعه من على النار. رفعته من على النار بالشكل ده وهسيبه لما يبرد تماما. وكمان عندي علبة كريمة اهي، الكريمة دي سايلة هنضربها بالمضرب بس بالشكل ده حبايبي اهو. الهيفي كريم هو سايل كده، وبعد كده احنا هنضربه بالمضرب لغاية ما القوام بتاعه يتقل بالشكل ده حبايبي. الهيفي كريم بقى كريم شانتيه اهو جامد اهو بالطريقة دي. ودلوقتي بقى هنجيب الكيس بتاع الحلواني هنحط بقى في الباف بيستري بتاعنا. هنحط الاول كاستر، هنحط كاستر كده في النص، هنسويها كده بالشكل ده حبايبي. حطينا الكاستر على الوحدات. ودلوقتي في الكيس بتاع الحلواني حطينا الكريم شانتيه
بس الكريمه ديت خدي بالك ما فيهاش سكر. لو انت كان كده يعني، لو انت حابه ان انت تحطي سكر حطي معلقتين سكر بودر، لكن انا ما حطيتلهاش سكر، مش عايزه يعني عليها سكر، كفايه السكر اللي في الكاستر. ودلوقتي بقى هنعمل كده اهو الوحدات بتاعتنا بالشكل ده، وهنبدا ان احنا نحط بقى كده، هنزين زي ما احنا حابين. انا هعمل كده اهو بالشكل ده. ممكن تعملي وردات، يعني التشكيل ده ليكي الحرية زي ما انت حابة. اهو هنعمل يعني الاشكال اللي احنا حابينها بالشكل ده كده اهو. كريم شانتيه في منتهى الجمال اهو. بصي طريقة سهلة وبسيطة وحلوة قوي قوي. هنشكل الوحدات بتاعتنا كلها بالشكل ده اهو. ما خدش وقت معانا، عملنا احلى واطعم باف بيستري جاتوهات اهي في منتهى الطعام. هنعمل كله بالشكل ده. دي وردات كده اهو، هتعمليهم مش هتاخدي دقايق. وكمية الكريمة كبيرة كتيرة يا حبايبي، يعني انا عملت كله اهو، ولسه قاعد تاني برضو. بصي فاضل لسه منها كتير، يعني العلبة بتعمل كمية كبيرة اهي. زينا بيها كل دول، وبرضو في لسه تاني يزين اكتر. وهو يا حبايبي الشكل النهائي للباف بيستري اللي عملناه مع بعض، وبألف هنا. باي باي.